السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بعد ما دات القصه الاولى كنتمنى ان شاء الله تنال حتى هاد القصه الاعجاب ديالكم. نبداو على بركه الله. في غش 2021 وقعت جريمه خلات الناس كاملين مصدومين في السعوديه، وبالخصوص في مواقع التواصل، خصوصا لانها كانت بعد ايام قليله من الزواج الضحيه. شنو وقع في هاد القصه؟ ندخلوا ونشوفوا شنو. ما تنساونيش البنات بالدعم والاشتراك وجيم وشي تعليق زوين، وقولوا لي الراي ديالكم في القصص اللي كنجيب لكم. نبداو على بركه الله. بسم الله. روان الغامدي هي شابه سعوديه من منطقه الباحه، زوجات من شاب سميتو بدر. كأي جوج كوبل عاديين وجدوا درسوا بغاو بعضياتهم وقرروا انهم يتزوجوا وداروا العرس ديالهم بحال اي عرس عادي جدا. ولكن من بعد اقل من اسبوع للزواج العائله ديال روان تتوصل بالخبر صادم. قالوا السلام عليكم، عائله روان الغامدي، سمحي لينا لاله ممكن تجي روان لقيناها مقتوله في شارع العام. هنا كانت الصدمه بالنسبه للعائله، ولكن ضروري خصهم يعرفوا شنو السبب ولاش من بعد اسبوع تقريبا من الزواج روان توفات وشكون اللي قتلها. بعد ما توجهوا العائله ديال روان باش يعرفوا شنو السبب، بعد ما مشاو عند السلطات قالوا لهم بان جثه ديال روان لقيناها مرميه في الشارع ومعها اثر ديال الضرب والتعنيف، يعني السيده واكله العصا ديال بصح ومعنفه مزيان. سولات الام ديالها شكون اللي قتل ليا بنتي؟ هنا غيقول لها اللي قتلها ماشي غريبه لاله، بل هو راجلها. هنا كانت الصدمه للعائله ديال روان، ما فهموا والو. تبين انه ضربها وتعدى عليها بوحشيه كبيره، ومن بعد ما مشاور معها في الشارع العام وحاول يغطي على جريمه، الشرطه هنايا دارت الخبره ديالها ودارت التحقيقات ديالها، ولكن الشرطه السعوديه شداتو وداروا ليه تحقيق شامل. كيفاش عرفوا؟ كيفاش خلاوه باش انه يعترف بالجريمه في واحد المده اللي وجيزه جدا؟ ان السيد ما حاولش يعني ينكر بزاف، يعني دغيا. بالنسبه للشرطه شدات بدر وداروا معاه تحقيق شامل. كيفاش عرفوه؟ اصلا بدر ما خبى ما والو، يعني دغيا انه السيد اعترف. التحقيقات والادله كانت واضحه جدا على بدر، وكانوا الشهود وحتى تسجيلات الكاميرا. وبالنسبه للسلطات السعوديه داروا خبره، والنيابه العامه وجهات ليه تهمه القتل العمد، واعترف السيد بالجريمه دغيا، يعني ما لقاوش معاه صعوبه. بالنسبه للمجتمع الناس كاملين داروا هاشتاغ واخا اعترف بدر بالجريمه اللي دار، الناس كاملين بقاو متضامنين مع روان وداروا هاشتاغ عداله لروان. وبدا النقاش في مواقع التواصل في السعوديه، في الشوارع، في الاخبار، يعني كل شيء ولا باغي هاشتاغ عداله لروان. وبدا داك النقاش واسع على العنف الزوجي وحقوق المراه، وكيفاش بزاف ديال النساء كيعيشوا تحت التهديد ديال الزوج. بالنسبه للقضيه النيابه العامه السعوديه طالبت بالاعدام للقاتل اللي هو بدر، والملف خدا مسار قضائي قوي جدا وسط تعاطف كبير من المجتمع لروان. قصة روان مثال على جريمة مؤلمة لكن فيها عدالة تحققت الحمد لله. ولكن بالنسبة للسعودية أو أي دولة عربية كاينين بحال هذا الرجال اللي كيكونوا باغيين يتزوجوا بشي بنت على دافع الانتقام، حيتاش ما بغاتوش ولا حيتاش يعني كيكون هذا الشكل ديال الزواج بهذه الطريقه. كتبقى بين اسبوع او شهر الراجل كيقتل الزوجه ديالو. وهنا فين السعوديه ولا الشارع العام ديال السعوديه والاخبار كيتكلموا على العنف ضد النساء، بالنسبه للمراه اللي كتاكل العصا، بالنسبه للمراه اللي كتعنف، بالنسبه للمراه اللي كتقتل. هنا الحكومه والسلطات تاخذوا يد من حديد ان اي واحد يتعدى على المراه السعوديه بصفه عامه هنا كيكون القانون منصف للمرأة، وخلات الصوت ديال الضحايا يتسمع اكثر. نتمنى هذه القصه البنات تنال الاعجاب ديالكم، والله يرحم روان. نتمنى البنات هذه القصه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش عباكم بالاشتراك وبجيم وشي تعليق زوين. تهلاو ليا في رياسكم. السلام عليكم.